في كمية مشاريع بشوفها كل يوم على اليوتيوب ودراسات جدوى لا حصر لها. جميل جدا الكلام ده، بس يا سلام بقى لو نعلم الناس ازاي تبدأ صح، وازاي يعرف الشخص يطور من نفسه ويفكر بره الصندوق، وازاي يقدر يعافر ويقاوم ظروف السوق اللي بتيجي عليه مهما كانت. ازاي يقاوم الظروف ديت؟ بسرعة روح دوس لايك للفيديو واشترك في القناة لو مش مشترك، ودوس على الجرس عشان يوصلك شغلنا كله بانتظام. وتعالى لي تاني بسرعة عشان مشروع النهاردة مهم جدا، والأفكار اللي هنقدمها له هتخلي المشروع يكسر الدنيا بإذن الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إبراهيم سرحان النفيعي، والنهاردة هنقدم أفكار بره الصندوق لمشروع منتشر جدا ومهم جدا جدا لا غنى عنه. بس مش كل الناس اللي عاملة المشروع ده واصلة بالمشروع لأفضل حالاته، وحتى اللي مصيد في المجال ده مش واصل لأفضل حد أو أفضل مكان المفروض يكون فيه مشروعه، خصوصا في ظل غلاء الأسعار والحالة الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعيشها حاليا. مشروع الملابس الجاهزة طبعا مشروع لا غنى عنه ومشروع منتشر وبكترة، بس نومة السوق وغلاء الأسعار سد نفس الناس. طيب ما تيجوا نفتح نفس بعض كده ونسمي بسم الله ونخش على أول فكرة هتخلي مشروعنا يكسر الدنيا بإذن الله. يلا بينا نشوف أول فكرة. أول فكرة معانا هو إنك يكون عندك مجموعة تيشيرتات مطبوعة بأسماء بنات وولاد، وتدي لكل زبون يشتري منك تيشيرت كادو على الحاجات اللي خدها، وتحت الاسم يكون اسم المحل أو أي شيء حضرتك حابب تكتبه. ياخد بقى التيشيرت ده ليه لحد عزيز عليه زي ما يحب هو. حاجة زي دي هتعجب الناس جدا وهتزود إقبال الناس عليك. نخش بقى على طول على الفكرة التانية. الزبون بيحب اللي يفتكره خالص، خصوصا لو رايح معاه حد من صحابه، بتفرق معاه أوي القصة ديت. خد من الزبون كل بياناته واعمل له فايل عندك على الكمبيوتر فيه كل شيء عنه حتى صورته، عشان تفتكره لما يدخلك، وعشان حاجة تانية أهم، وهي عشان تتصل بيه وتتابعه، ولما يجيلك تفتكره وتكون مجهزه تيشيرت عليه صورته واسمه أو حاجة واحدة من الاتنين زي ما تحب. كادو كده بسيط، ولو ما جاش تتصل بيه تجيبه انت بانك تقوله فيه هدية ليك لازم حضرتك تستلمها، ولو ما جاش ابعت حد بيها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه ابعت له حد، او روح انت بالتيشيرت الشيك اللي عليه صورته واسمه. تيشيرت ب50-60 جنيه بس، رصيدك هيزيد جدا، والشخص ده هو وكل الناس اللي تخصه بقوا زباينك خلاص. وممكن تخصص يوم تتصل بكل الناس يجوا يستلموا هداياهم، او تودلهم انت الهدايا دي، وتعمل دعاية لمحلك عند العميل بانك جبت تشكيلة جديدة وشغل جديد، او تكون عامل كتالوج بشوية موديلات محترمة وتديه لكل واحد. الموضوع ده صدقني هيفرق معاك في شغلك جدا. نخش بقى على الفكرة التالتة على طول، وهي سيادتك ممكن تعمل ندوة وتعمل دعوات لزباينك، ويجيبوا أصحابهم ويجيبوا اللي يحبوه، وتعمل دعاية للندوة كمان بحيث يجيلك أكبر عدد من الناس. وهتعلم ايه بقى في الندوة دي، او هتقول ايه في الندوة دي للناس؟ هتعلم الناس ازاي تلبس صح، وازاي تركب لبسها على بعضه صح، وازاي تختار لبسها صح، وتوزع على الناس دي تيشيرتات بسيطة عليها اسم مكانك واللي انت عاوز تكتبه اكتبه. الفكرة دي حاجة جامدة جدا وجديدة، خصوصا ان كل الشباب غاويين لبس، واغلبهم بيحب يكونوا مختلفين ويكونوا اشيك الناس، وتعرف الناس انك هتركب للناس لبسهم على بعضه وهتلبسهم صح، وانك بتهتم بشياكة الناس مش بتبيع وخلاص. نخش بقى على الفكرة الرابعة على طول. هتعمل مكان عندك الزبون اللي يشتري من عندك اول مرة يوقع باسمه عليه، عرض حيط بقى، لوحة، افتكس انت براحتك، عشان العميل اللي هيوقع باسمه ده هيتصور جنبها وهيوريها لاصحابه، وانت هتتصور معاه جنبها وهتعلن عن الفكرة دي، وهتعمل بيها دعاية على البيدج بتاعتك وعلى المحل بتاعك، وهتعمل بيها دعاية زي ما تحب. الشباب بيحب الجديد وبيجذبهم اي شيء مختلف وجديد، وهيجيلك تاني يشوف توقيعه على فكرة، وهيجيب صحابه يوريهم توقيعه، واصحابه هيشتروا وهيوقعوا برضه، وتبقى افتكاسة جديدة لذيذة هتجذب ناس كتيرة بسببها. لازم تفكر بره الصندوق، لازم تختلف، لازم تغير، عشان الناس بتحب التغيير والتجديد والاختلاف. وزي ما احنا متعودين في اخر الكلام اننا بنختم بالفكرة الاهم اللي هتخلي مشروعك يعدي، وهي الصدقة، التجارة مع الله، التجارة اللي ما بتخسرش. ربنا هيوسع عليك وهيبارك لك في مالك، وهتفرح غيرك بالصدقة دي،
ومع الصدق والامانه والاخلاق العاليه والابتسامه في وش عميلك مشروعك هيكسر الدنيا باذن الله. ولو حابب تشوف قناتي التانية قناه بهريز السعاده بتكلم فيها عن ازاي حياتنا الشخصيه تكون احسن والبيت يكون مستقر، لان النجاح بدايته من البيت. وعشان تكون شخص ناجح في حياته الاسريه والشخصيه وناجح في البيزنس بتاعه كمان باذن الله. لو حابب تشوف قناتي التانية قناه بهريز السعاده هتلاقي اللينك بتاعها في الوصف تحت. متنساش هنا اهم حاجه ندوس لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك وفعل الجرس وشير في الخير. كان معاكم ابراهيم سرحان النفيعي من قناه بره الصندوق اوت اوف ذا بوكس، في حفظ الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.